الحلقه دي بناء على طلباتكم في الكومنتات. بتعملوا كومنتات بقى. المهم الحلقه دي هنتكلم فيها عن جزئين: افضل 5 صفقات افريقيه واوحش 5 صفقات افريقيه في تاريخ النادي الاهلي. وخلونا نبدا باوحش 5 لعيبه افارقه عدوا من بوابه النادي الاهلي. هي صفقه غريبه شويه بالنسبه لي. احنا لعبنا ماتش قدام صن داونز اللي خسرنا فيه 5. حلو في لعيب صغير نزل في الدقائق الاخيره كحل هجومي بعد ما كانوا كسبنا 4-0 عشان موسيماني بيه ما كانش عاجبه الاداء، وطلع علينا الفكهاني مهلبي اللي كان بيعرف يجري بس. ده بتاع النكته بتاعت المدرب اللي سال على اسرع لعيب عشان يروح يجيب له سجاير. الفكهاني لعب معانا كام ماتش قبل ما الاداره تصلح غلطتها وتسرح اللعيب في اقرب مركز. اما بالنسبه للمركز الرابع فهو مدافع، وبالنسبه لي كانت صفقه غريبه جدا. ففي عز ما انت كنت بتدافع بمحمد نجيب وسعد سمير، قررت ان انت تزود المشاكل الدفاعيه وتتعاقد مع سليف كولوبالي. والله انا عايز اسال سؤال: هي ايه الميزه بتاعت سليف كولوبالي؟ لعيب رجلين الاثنين شمال، فلما كانت الكوره بتجيله على يمينه كان بيعدل جسمه كله عشان يستلمها بشماله فيقع على الارض ويتقلب، عشان مفيش حاجه اسمها كده اصلا، وياخدها مهاجم الفرقه الثانيه عشان تبقى هجمه خطيره علينا. بس المهم ان الغلطه دي اتعالجت بعد نهائي الترجي لما كان سعد سمير وكولوبالي بيوصلوا المهاجمين بتوع الترجي للجون بتاعنا. في المركز الثالث معانا اللعيب الاسطوره صلاح الدين سعيدو كان عنده مشكله صغيره والله. هو مش فاهم هو المفروض يعمل ايه. هو مركزه مهاجم بس في اثيوبيا الدنيا مش ماشيه كده. هو هناك بيقف في ال18 والكره بتتعرض وهو ورزقه. جه هنا لقى ادوار دفاعيه ومسانده هجوميه وقصص كبيره قوي، بس كل ده ما كانش سبب في ان سعيدو يمشي. اللي مشاه هو التعاقد الاهلي مع الصفقه القويه جون انطوي اللي تقريبا كان بيلعب باي ب25. وايه القرف ده؟ في المركز الثاني بيجي معانا اللاعب بيتر ايبي اللي قبل ما كان بيجي الاهلي كان بيتحكى عنه حكايات عشان يوصل للاهلي ونلاقي نسخه من اسوأ مواسم النجم مروان محسن. الواد ده كان بيضيع جوان قصد. ما هو مش معقول اللي كان بيحصل ده. مين مسؤول عن الصفقه دي؟ اما بالنسبه لاوحش صفقه انا شفتها في حياتي مش في تاريخ الاهلي بس، فهو فابيو جونيور. وبالرغم من ان هو المفروض برازيلي بس الواد ده كان من غينيا وضارب باسبور، ومن غينيا اللي ما بيعرفوش يلعبوا كوره، مش غينيا بتاعت نبي كايتا. الواد ده ما كانش لعيب كوره، الواد ده كان طيار بيوصل بيتزا في محل كان بيشتري منه هيثم عرابي. فهيثم عرابي كان طالب فطيره مشكل لحوم ولعيب برازيلي فهو جه الاول. الواد ده الجون الوحيد اللي حطه في حياته كان يوم ماتش المصري يوم مذبحه بورسعيد عشان الكوره تقف خالص من بعدها. خلونا بقى ننسى العك ده كله ونخش على احسن 5 صفقات افريقيه في تاريخ النادي الاهلي، واللي بالنسبه لي في المركز الخامس كان بيتعارك عليه 2 لعيبه. وخلونا نبدا باللعيب اللي احنا استبعدناه وهو موسى ايدان. موسى ايدان ده كان لعيب استثناء، جه في الموسم اللي عمرو جمال واخد فيه هداف الدوري ب17 جون عشان يستاهلوا 18 منهم، واللي من بعد ما موسى ايدان مشى عن الاهلي وعمرو جمال ساب الكوره خالص واتجه للتمثيل. اما في المركز الخامس فيجي اللاعب النيجيري جونيور اجاييه قدر ان هو يقدم لنا مواسم جميله جدا. انا بالنسبه لي جونيور اجاييه كانت لمسته للكوره بتكيفني. هو كان بطيء شويه بس استلامته للكوره والكعب والار 2 اللي كان بيطلعهم من رجله كانوا مزيكا. جونيور اجاييه في 5 مواسم مع الاهلي قدر ان هو يلعب 160 ماتش، قدر انه يصنع فيهم 30 اسيست ويسجل 41 جون، كان اهمهم واجملهم الجون اللي جابه في النجم الساحلي بتعليق البلوشي. المركز الرابع كافضل لاعب افريقي دخل النادي الاهلي هو الدبابه ما شاء الله اليو ديانج في خلال الكام موسم اللي لعبهم في النادي الاهلي قدر ان هو يثبت لنا ان في فرق كواليتي رهيب ما بين كل لعيبه خط النص وما بين اليو ديانج، وانه متفوق بشكل كبير مش بس في الوقت الحالي ده كمان ما بينه وما بين اي لعيب عدى على خط نص النادي الاهلي. ربنا يبعد عنه الاصابات وبشكتاش التركي. في المركز الثالث في تاريخ اللعيبه الافارقه اللي دخلوا النادي الاهلي بيجي جilberto ده يستحق يتعمل له تمثال جوه النادي. ففي الكام موسم اللي لعبهم جilberto قدر ان هو يسجل 5 اهداف ويعمل 23 اسيست، وكان عمود اساسي بالنسبه لمانويل جوزيه في الجيل الذهبي للنادي الاهلي اللي كان بيعتمد عليه كشخصيه عظيمه جدا في الملعب، واللي كان عامل ثنائيه عظيمه جدا مع فلافيو وعرضياته كانت متعه للعين. فنيجي بقى لفلافيو، هو تاني افضل افريقي دخل النادي الاهلي. فلافيو تركيبته ما كانتش طبيعيه، هو دماغه معموله عشان يتحط بيها هدات، ما كانتش زي اي دماغ كده مدوره وخلاص، لا وكمان كان حالق شعره عشان الكره تتزفلط من عليها. اما بقى بالنسبه لرقبته فكانت بتلف بوضعيات غريبه عشان تقدر تحط الجول، كان بيقدر يحط الاجوان بسرعه غريبه وبتكنيكات مختلفه صعب تلاقيها دلوقتي. النسخه بتاعت فلافيو في اليابان هي اجمل نسخه لمهاجم شفته في الاهلي. اما في المركز الاول فبيجي في رايي علي معلول، هو اكتر لعيب افريقي مؤثر شفته مع النادي الاهلي. احنا محظوظين ان احنا شفنا علي معلول، وحقيقي انا ما شفتش لعيب مش مصري بالغيره والحماس دي على تيشيرت النادي الاهلي. علي معلول هو صاحب المركز الثاني كاكتر لاعب صناعه للاهداف في تاريخ النادي الاهلي. انتوا كمان ممكن تقولوا لنا رايكم في الكومنتات وتقولوا لنا مين احسن افارقه دخلت النادي الاهلي ومين اوحش افارقه دخلت النادي الاهلي. ولو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه، والسلام.